coño, que está ya inmovilizado. Vamos a ver. Pero quítase, ya le puedes quitar el brazo, que ya está ahí. Que lo soltás, me lo hagas a ti. اهتزت الجالية المغربية في إسبانيا على وقع حادث مقتل مهاجر مغربي من طرف شرطي إسباني بمنطقة ثوريخون دي أرادوز ضواحي العاصمة مدريد. ونقلت وسائل إعلام إسبانيا أن الحادث الأليم وقع مساء الثلاثاء الماضي وسط بلدية ثوريخون دي أرادوز، حينما كان الضابط المتسبب في الجريمة وزميله المتقاعد يتجولان قبل أن يتعرض لمحاولة سرقة هاتفهما. ووفق رواية عدد من الصحف الإسبانية نقلا عن تقرير الشرطة، فإن الشرطيان الإسبانيين اللذان كانا بلباس المدني أمسك بأحد الأشخاص وهو مغربي وطرحه أرضا في انتظار وصول سيارة الشرطة. وعند وصول الشرطة الوطنية بحسب ذات المصادر وجدت الشاب المغربي مقيدا ومكبل اليدين ولكنه في حالة شبه فاقد للوعي. وبعد دقائق حاولوا إنعاشه لمدة نصف ساعة دون جدوى قبل أن يعلن عن وفاته. مجلس مدينة مدريد أعلن اليوم الخميس أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضابط شرطة البلدية المتورط في وفاة الشاب المغربي في ثوريخون دي أرادوز، وذكر أنه تم إيقافه عن العمل ريثما يصدر التحقيق القضائي. وأعلنت نائبة رئيس البلدية ومفوضة الأمن والطوارئ إنماكولادا سانس عن هذا الإيقاف المؤقت عن العمل في حق ضابط الشرطة الإسباني. وفي آخر الأخبار نقلت وسائل إعلامية إسبانية أن الشرطي المتهم كان في حالة سكر حينما ارتكب الجريمة، والشاب الضحية من ذوي السوابق الإجرامية ومتورط في عدة حوادث. من جهتها نفت عائلة الشاب المغربي أن يكون ابنها متورط في عملية سرقة هاتف الشرطي، مؤكدة أن الجريمة مرتبطة بالعنصرية والكراهية ضد الأجانب.